وبقت أول حاجة عاوزة تعملها حنان إنها تشوف ابنها. كشفت عنه الغطا وشافت محمد ابنها وهو في أكتر مشهد مفزع ومرعب. وفي اللحظة دي عرفت إن مكان التحقيق اللي المفروض أكون فيه دلوقتي مش هنا. المكان الصح هو أرض المحجر. يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكثير. عمر الرجل الكبير، المحقق عمر لا 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 لا. أهلا بيك في الأوضة. أنا المحقق عمر، واللي ما يعرفنيش أنت كمان محدش يعرفك. اشترك بقى في الأوضة وساعدنا في حل القضايا، ويلا نكمل قضيتنا ونبدأ رحلتنا في أرض المحجر. اتجهت للمحجر في رحلة استمرت 4 ساعات ونص بالعربية، ومن المنطقة اللي وصلت لها كان لازم اخد عربية تانية تقطع بيا الطريق لقلب الصحراء علشان اوصل للمحجر. النوع ده من العربيات بيكون متواجد في مواعيد معينة، لان طبعا كل العمال ليهم سكن هناك ومفيش خروج ودخول كتير للمكان. علشان كده ركبت مع واحد من البدو وسكان المكان ياخدني على سكته. المسافة تقريبا كانت 20 كيلو لقلب الصحراء، وفي خلال سكتي حاولت أفتح أي كلام مع السواق حوالين المحجر، ولكن كانت ردوده كلها إنه مش من هنا وما يعرفش حاجة غير إنه أوقات بيوصل الناس لهناك زي ما بيعمل دلوقتي، وفي معظم الطريق ساكت ومكشر وبيقفل معايا الكلام. هو ما كانش كده خالص وقت ما كان بيتفق معايا على المبلغ المبالغ فيه اللي هياخده علشان يوصلني. المهم ان بعد طريق صعب جدا اخيرا وصلنا. بدأت تظهر المعدات الضخمة من بعيد وتصاعد الدخان وكثبان رملية عالية بتحاوط المكان، ولقيت سواق العربية بيوقف العربية وبيطلب مني انزل هنا. استغربت، هو المحجر قدامنا لكنه على مسافة مش قليلة، ليه وقفت هنا؟ لقيته بيشاور قدامه على تل عالي من الرمال وبيقول إن عربيته مش هتقدر تطلع التل ده، وبدون جدال معاه لأن أصلا الراجل مش طايقني ولا طايق نفسه. نزلت من العربية وهكمل الشوية دول على رجلي، مش مشكلة. كنا قبل وقت غروب الشمس بشوية وكان الوضع تمام. بدأت أصعد التل، واللي اكتشفت إنه مش تمام وقتها هي صحتي، اللي خلت آخر خطوات ليا لقمة التل كانت على إيديا ورجليا. في الحقيقة وصلت أخيرا وفضلت على الأرض ألقط أنفاسي وسامع من حواليا أصوات غريبة، مش قادر أرفع راسي من على الأرض أشوف مصدرها، لكنها بدأت توضح. دي أصوات قطيع من الأغنام. رفعت راسي وشوفت بعض من الخرفان والماعز وكمان كام جمل كده موجودين في وسطيهم، لكني مش لامح معاهم الراعي، مش شايفه، بس أكيد الحيوانات دي مش هنا لوحدها. في اللحظة دي حسيت بخطوات بتقرب مني. التفت وكان طفل أظن إنه ما يعديش 10 سنين، لابس اللبس البدوي الجميل وبابتسامة ووجه ضاحك في منتهى الجمال، وفي ايديه كوباية صفيح جواها لبن بيمدلي ايديه بيها. منظر سحرني للحظات وبقيت باصصله بذهول ومش بنطق. لا ترد يد الصبي، اشرب لبن النوق داوي وما هو بشرب الهواوي. تعال يا الغريب تعال. ده كان كلام الراجل اللي ظهر فجأة وسط الأغنام، شيخ طويل الدقن وبشوش قاعد على صخرة وفي ايديه عصاية وقدامه براد من الشاي، ودعاني اني اقعد جنبه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد عندك الخير. الطريق تارك علامته على سمتك يا رجال، وجهك يحكي قبل لسانك، بس انت مو بعابر سبيل، تقاصد مكان، سائل تسعى ورا جواب. مظبوط كلامك يا شيخ، أنا المحقق عمر. أنا جاي قاصد أرض المحجر علشان أحقق في بعض الأمور الغريبة اللي بتحصل هنا في المكان. بعض الأمور؟ طال غيابك يا عمر، جيت على الحصان بعد ما راح الطوفان يا عمر. اسمك على اسم الفاروق، أعدل من سكن الأرض، وانت الحين على أرض يغرق فيها العدل وسط الرمال يختفي بلا أثر. تقصد ايه يا شيخ بكلامك؟ انت ايه اللي تعرفه عن المحجر؟ لا تتعجل، الغد تعرف اللي بعرفه. ما تعرفناش يا شيخ، انت اسمك ايه؟ الشيخ محسب، والصبي هو مرزاق. مرزاق يسمع لكن لا يتكلم. يا ريت كل البشر حاله، تسمع أكتر ما تتكلم. وانت ساكن فين يا شيخ محسب في الصحراء دي؟ هل في قرية أو مدينة قريبة من هنا؟ يا رجال، الغريب يسأل فينا، انت جاي تسأل صاحب الدار عن داره. الصحراء كلها ملكي، أولى بسؤالك اللي تغربوا عن دورهم وخربوا أرضنا ودارنا. قوم شق طريقك لمكان السؤال. قوم يا غريب، سل الغريب. ما تأخذنيش يا شيخ، شغلي هو الأسئلة. هم يا مرزاق، هم قبل غروب الشمس. اسمع يا عمر، اسأل على التل العالي وافطن روحك، الغدر محاوطك، ربي يحافظك يا ولادي. انطلق الشيخ محسب والطفل مرزاق وساب لي كلامه الغريب اللي أكد لي إن قصاد لغز وسر مستنيني ورا باب المحجر اللي بيني وبينه أمتار. وصلت لبوابة الدخول اللي في الحقيقة ما كانتش بوابة، كانت فتحة كبيرة بين الجبال وعليها فردين من الأمن مسلحين بأسلحة تقيلة، وده اللي لفت نظري. واضح إن أفراد الأمن هنا مجهزين بشكل عالي جدا. خرجت لهم تحقيق الشخصية وكانوا على علم بوصولي، دخلوني على طول للمحجر اللي كان غالبا في وقت تغيير الوردية. عمال النهار نازلين من الجبال المحيطة والهضاب والمعدات التقيلة اللي مالية المكان، وأشكالهم في الحقيقة بتدل على صعوبة الشغل في المحجر، ومنظرهم المتغطي بالرملة واللي متغطي بالشحم أشكال أبلغ من أي وصف ممكن. لاحظت كمان النظام الواضح في المكان، مجموعة كبيرة من الخيام والكرفانات بيتجه ليها العمال اللي خلصوا شغلهم، بيخرج من نفس الأماكن دي عمال تانية هيبدأوا شغلهم. وفي وسط المشهد اللي وقفت فترة من الزمن أتأمله، قاطعني صوت شخص بيرحب بيا وبيوجهني لمكتب الريس معتمد، اللي عرفت إن هو ريس العمال هنا، ريس عمال الورديتين، هو المسؤول عن كل حاجة هنا، ومش بيروح لبيته ولا حتى ليه أجازات، هو ليه سكن هنا عايش فيه من بداية المشروع، وبينزل كل سنة يشوف أهله أيام معدودة. والريس معتمد كان فعلا هو أول شخص لازم أقابله في المحجر. اهلا بسيادة المحقق، اتفضل، نورت المحجر والله العظيم، ده شرف كبير قوي انك عندنا النهارده. ليا الشرف يا ريس معتمد، بس انت تعرفني منين؟
من النت يا سيادة المحقق. النت ما سابش حاجة دلوقتي، متابع كل اخبارك وكل القواضي اللي بتحقق فيها، وبقعد ارد على الناس ولاد المؤذية اللي بيدخلوا يشتموا فيك، بيقولوا يعني انك لا مؤاخذة محقق فاشل ما بتحلش اي قضية بتمسكها، ومش بياخدوا بالهم ولاد الهرمة ان كل القواضي اللي بتحقق فيها قواضي كبيرة، قواضي صعبة ما تتحلش. ذنبك ايه انت؟ وبرغم كده برضو بتكشف اثار كتير في القضايا ومحقق كبير. امال ايه بيختاروك في القواضي الكبيرة دي ليه يعني؟ بس في الحقيقة يا سيادة المحقق انا خايف المرة دي القضية دي تخيب ظنك بصراحة، مش علشان دي قضية مش كبيرة، علشان هنا مفيش قواضي اصلا. مش قضية ازاي يا ريس معتمد؟ الشباب اللي بتموت كل يوم والتاني في المحجر عندك دول مش قضية؟ يا سيادة المحقق ما تأخذنيش، يعني انت راجل خبرة وفاهم. موت العمال في المواقع والشغل اللي زي ده مشهور ومعروف، علشان كده كل عامل من دول بيمضي على حياته وهو داخل، وعلشان كده برضو بندي هنا فلوس حلوة وبنأمن الشباب على قد ما نقدر. والله الكل هنا بيقبل الشغل ده وهو عارف خطورته واللي ممكن يحصل له، وكل يوم في إصابات بتحصل وربك هو الستار. الحوادث بتحصل يا سيادة المحقق، في اللي يموت من شمس الصحراء، وفي اللي يقع من الجبل، وفي اللي تدهسه معدة. طرق الموت هنا كتيرة واردة، ربنا يسترها على الكل. كلامك مظبوط، لكن اللي مش وارد ان الشباب تموت وجوه اجسامهم وفي معدتهم رملة يا ريس معتمد. اهو ده بقى كلام غريب واول مرة اسمع عنه يا سيادة المحقق، لكن يعني احنا بنقدم هنا وجبات محترمة، يعني لا مؤاخذة ما بنأكلهمش رملة، وتقدر تسأل يعني. وفي اللحظة دي جه في دماغي كلام الست حنان عن ابنها محمد، اللي في آخر كلامه ليها قال لها إنه راح مكان شغل جديد، وربطت كلامها ده مع كلام الشيخ محسب اللي قال لي اسأل على التل العالي. يا ريس معتمد، أنا عاوز أبدأ تحقيق من التل العالي. التل العالي؟ ده حضرتك ما شاء الله يعني عامل تحرياتك ومذاكر كويس قبل ما تيجي. ده مكان انتم فتحتم فيه شغل قريب هنا مش كده؟ احنا كل فترة كده ممكن نكتشف لنا مكان شغل جديد يعني، بس المكان اللي ورا التل ده اتقفل بعد كام يوم يعني بسبب خطورة المكان. حضرتك انت اكيد تسمع عن الرمال المتحركة اللي بتبلع الناس دي بقى مليانة ورا التل مليان رمال متحركة، مكان كله رمال متحركة. ساعات حضرتك تقدر تخليك مرتاح وانا هوصل هناك اشوف شغلي. لا 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 لا، ازاي سيادة المحقق؟ ما يصحش، انا بقول بس يعني حضرتك منورنا، احنا محضرين لك كرفان مخصوص ارتاح فيه من مشوارك، وبكرة المكان كله تحت امرك. عن اذنك يا ريس معتمد. انت مصر ليه بس كده؟ استنى جاي معاك يا راجل، ما يصحش والله. اتجهت على طول لمكان التل العالي، وكان ورايا بيحاول يلحق خطوية الريس معتمد الغريب اللي 100% وراه بلوى وهكشفها. التل العالي ما كانش محتاج وصف، هو باين في آخر المحجر بعيد موجود. أول ما وصلت هناك وبدأنا في الصعود للتل العالي، لقيت ان الطريق اللي ماشي عليه كان طريق ممهد ومجهز، وده دليل ان فعلا كان فيه شغل في المكان ده، غير كمية لافتات التحذير اللي بطول الطريق مكتوب عليها خطر، ممنوع الاقتراب، وإرشادات سلامة. لكن كل ده كان بيشككني أكتر. وصلت لقمة التل وأنا في قمة الفضول، واللي شفته قدامي غريب. صحراء مفيهاش غير الرمل، المكان مفهوش أي حاجة، ضلمة ورملة وبس. نورت كشافي وضربته على مسافات بعيدة أفحص المكان بعناية، وقتها سألت الريس معتمد اللي كان واقف بيلقط أنفاسه جنبي، قلت له يا ريس معتمد، انتم قفلتم المكان ده ومنعتوا دخول الناس فيه من امتى؟ رد معتمد وقال لي انه من اسبوعين. وهنا عرفت ان معتمد بيكذب، وبدأت انزل ورا التل.
انت رايح فين بس يا سيادة المحقق؟ غلط كده، غلط والله، استنى بس خطر. أثناء فحصي للمكان بالكشاف لاحظت وجود آثار عجلات للمعدات التقيلة وبعض آثار الأقدام كمان. يعني الأسبوعين اللي بيقول عليهم الريس معتمد من زمان الرياح والرمال محت كل الآثار دي اللي باين إنها حصلت من ساعات. علشان كده معتمد بيكذب، وهكشف إيه اللي بيحصل وإيه اللي مخبيه معتمد دلوقتي حالاً. صوت الإنذار ده ضرب في المكان كله، وظهر واحد من العمال على التل كان جاي بيجري وبينادي على الريس معتمد وبيقول له: الحق يا ريس، لقينا جثة جديدة عند البوابة. غيرت اتجاهي وانطلقت ناحية البوابة. معداش ساعات على وصولي للمحجر وظهرت جثة. واضح إن في حاجات كتير مستخبية هنا لسه هتظهر في الحلقات الجاية. خليكم معانا، ولو عجبكم اللي بتشوفوه عرفونا، ولو ناويين تكملوه اشتركوا معانا في الأوضة. قضية المحجر ما انتهتش وملفنا لسه مفتوح.